طموحاتي ل2024 بصراحة مش هتختلف كتير عن طموحاتي في 2023. كانت موجودة في دماغي 2022 لما بدأت أركز فيها 2021 لما جت الفكرة في دماغي 2020 بعد يعني بجد والله الواحد ما بقاش يتمنى يعني غير الستر والصحة. حاجة الستر والصحة غير كده شكليات يعني بقى اللي تقعد تقول لك طموحات وأماني وجو وأحلام ومفيش. لا احنا دلوقتي في مرحلة استمرار السعي رغم انعدام الشغف. يعني لو انت مش واخد بالك عليك ديون واقساط، فلو انت ما سددتهاش هتتحبس انت وطموحك واحلامك في نفس اليوم. يعني عشان تبقى عارف، هو طلب بس بسيط للناس الروشه بتاعت كل سنه اللي هي هتقعد بقى تدينا في بوستات عن انجازاتها في الحياه وصور جنب شجره الكريسماس وهو قاعد على حجر عمه بابا نويل وبتاع. طبعا نص الكلام ده كذب لو ما كانش كله، لان الدنيا دايسه على وش الكل. الكسبان في الحياه دلوقتي اللي هو طالع منها لا كسبان ولا خسران، ده البطل ده الفارس. يعني لا ليك ولا عليك. انما بقى طموحات وانجازات واحلام، لا انت ما مش عايش في المالديف.